السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل النهارده بطاطس يا جماعة مع بعضينا. صينية بطاطس ني في ني. دي بطاطس وبصل وطماطم وفلفل الوان. كان عندي واحدة صفرة، عندك احمر اصفر حطي اللي انت عايزاه. عايزة تحطي حامي مفيش مشكلة. ما حبيتش احط شطه فيها شلولات. شويه زيت ذره. حابه تحطي ماده دهنيه تمام مفيش مشكله. هنرص البطاطس. هنعملها كلها ني في نيه، مش هنشوح حاجه ومش هنعمل اي حاجه. وهتفرجي على شكل صينيه البطاطس بعد ما نعملها رهيبه فعلا. مش هتصدقي ان دي معموله ني في ني. البطاطس مع بعضينا خرط كده متساويه والبصل عليها. كله قدام عينك اهو. مفيش اي حاجه على النار، مفيش حاجه هتتشوح. هننزل بالطماطم عليها والفلفل. هنقطع الفلفل نحطه عليها. البطاطس دي بقى بتبقى جميلة جدا وخطيرة، بتبقى في منتهى الجمال، حاجة كده خفيفة وحلوة وعلى قد الدسم اللي هيبقى موجود فيها او الغذاء اللي جواها. بس هي بتبقى رهيبة وشكلها جميل جدا، ولا محطوط لها بقى صلصة ولا محطوط لها لون ولا محطوط لها اي حاجة. دي حاجة كده بتاعت زمان بقى، دي البطاطس اللي كنا بنعملها زمان. هتعجبك قوي، جربيها وانا متأكدة انها هتعجبك. ويا ريت يا جماعة نشير الفيديوهات عشان خاطر كل اخواتنا وحبايبنا يشوفوها، وكل البنات اللي زيك يا عسولة تشوفها. عشان انا معرفش انت تعرفي. اللي يعرف يعمل حاجة يقول للتاني. شوحنا الشعرية. غسلنا الرز وصفيناه ونزلنا عليه. ده كيلو رز. وحطيت تقريبا اقل من يعني 150 جرام شعرية بالظبط. شوحتهم في معلقة سمن وشوية زيت ذرة. وهنزل عليهم بالشوربة. لازم الشوربة يا بنات تبقى سخنة، الشوربة عندك تكون بتغلي. عشان خاطر لو الشوربة بتاع الرز او المكرونة مش سخنة معاكي وبتغلي، الحاجة هتبوظ منك، الرز يبوظ منك او المكرونة تبوظ منك. و... ولازم تتأكدي ان الشوربة بتاعتك سخنة. طبعا ده العسول بتاعي الصغنن واقف كده، عايز يقلب البطاطس. البطاطس انا حاطه عليها اللحمه مسلوقه. واخده 3/4 سلقه، يعني هي مكانتش محتاجه حاجه خالص، اللي هي دخلت السوا وحطيت لها الملح. حطيتها على البطاطس. ما قلبتش البطاطس ولا جيت جنبها خالص. وهدخلها بس